إمتى نقول إن القرض ده هيبقى عبء أو ممكن يكون سبب من أسباب فشل الشركة؟ هل القرض بيسبب عبء على الشركة؟ لأ طبعًا، مش دايمًا، القروض ما بتكونش أعباء على الشركة، القروض هي أحد مصادر التمويل اللي الشركات بتعتمد عليها عشان تتوسّع وتنمو وتكبّر شغلها، ولكن القروض بتكون اختبار لكفاءة إدارة الشركة. القرض هو في الأساس وسيلة عشان تساعدك في إن أنت تنفّذ مشروعاتك، تتوسّع، تكبر، بس بشرط إنّك تكون عارف أنت بتقترض قد إيه، ليه، وبكام تكلفة الاقتراض عليك، وهتدير الأموال بتاعة القرض دي إزاي. إمتى نقول إن القرض ده هيبقى عبء أو ممكن يكون سبب من أسباب فشل الشركة لو العائد من استثمار أموال القرض أقل من تكلفة الاقتراض. كمان لازم أبقى عارف إن القرض اللي أنا هاخده ده هو هينتج عنه التزام عليّا، يعني في أقساط أنا هادفعها زائد الفوائد على الأقساط دي أو تكلفة الاقتراض. لو أنا الcash flow عندي ما فيش ضبط كويس للcash flow، ما فيش إدارة للcash عندي قوية عارفة إن هي هتقدر تسدد الالتزام ده، ده هيبقى عبء كبير على الشركة. إمتى أقول إن القرض هيبقى مفيد؟ القرض بتاعي هيبقى مفيد لو هيحقق لي أرباح أعلى من تكلفة الاقتراض، لو هيزوّد الطاقة الإنتاجية للشركة، لو هيحقق لي استقرار مالي للشركة، لو هيساعدني في إن أنا أحقق أهداف الشركة وأتوسّع وأنمو وأكبر بتكلفة أقل بكتير من اللي أنا هاجنيه. الخلاصة إن القرض في حد ذاته مش هو اللي خطر، الخطر سوء الإدارة للقرض.